العيلة المصرية بتطلع في الخناقات شوية مصطلحات، إنما إيه؟ قطف جبهة. جرب كده تنده على مامتك وهي مش طايقاك، ماما موم ما يلهفك. طبعا أنت قطمت، ما أنت مش عارف مين مو اللي هيلهفك ده وهيعمل فيك إيه بعد ما يلهفك. المو دي كلمة مصرية قديمة معناها الماء أو النهر يعني بالنسبة للمصريين القدماء، فموم ما يلهفك دي معناها إن النهر يعلى فأنت تغرق وتريحنا. بابا بقى غار من ماما، اشمعنى هي لقت حاجة لايقة عليها؟ طب انا كمان اللي هيقول لي بابا هقول له جاك بو. ايه بو ده يا عم الحاج؟ وهيجي لي ليه اصلا؟ البو بقى دي حاجه يعرفها الناس اللي بتربي الحيوانات. لما البقره بتولد وابنها يموت لاي سبب كانوا بياخدوا الجلد بتاعه ويحشوه تبن ويعملوه على شكل ابنها الحقيقي، فالبقره تفضل تديهم لبن على اساس ان ابنها لسه عايش. العروسه اللي اتاخدت واتحشت تبن دي اسمها بو، فاتاخد البو على انه رمز للحاجه اللي ملهاش لازمه ولا فيها روح. انت بقى ايه علاقتك بكل ده؟ مالكش علاقه، بس انت اتخذت في الرجلين. طب خلاص يعني بابا وماما مش هيساعدوني، نروح لحد تاني. عمي. عمك ايه يا ولد؟ عم الدبب. لقوا ان الدبه نظرها ضعيف فقالوا لما نلبس الواد فيها. الخال يسكت بقى؟ ابدا. اللي هيقول لي خاله هقول له جاك خو. لا مش هتنفع. قعدوا يدوروا ايه الحاجه اللي فيها نفس حروف الخال، لقوا ان خال ممكن تبقى خلل. حلوه. طب خلل في ايه؟ قعدوا يبصوا عليك كده وانت واقف قصادهم، ما هو برضه مش عايزين يأذوك قوي، فقالوا خلل في دروسك. يلا حاجه بسيطه اهي والرد حلو برضه. فانت هتزهق بقى من الحوارات دي كلها وتقول انا ماشي. فكرك هيسيبوك تمشي؟ ابدا. هيقولوا لك مشش في ركبك، والمشش دي كلمه مصريه قديمه معناها مرض بيجي في العظم فما تقدرش تتحرك. هتعند وتخرج برضه، هيندهوا عليك، اوعى ترد عليهم وتقول لهم ايوه ده كمين يا معلم اسمع مني. لو قلت لهم ايوه هيقولوا لك جاك قوى على طول. وقوى دي طلعت برضو كلمه مصريه قديمه اصلها وعى يعني اللعنه، واوعى تعمل ناصح وتقول لهم نعم لانهم هيقولوا لك نعمه ترفسك، وهم قصدهم نعامه ترفسك. انا مش عارفه بصراحه انت هتقابل نعامه فين عشان ترفسك، بس تمام. ايه ده؟ انت سايبنا ورايح تنام؟ طب نامت عليك حيطه.